بعد نجاح فيديو طريقة عمل التونة بتقنية الشركات وتقعد من السنة للسنة بره التلاجة، النهاردة جايبه لكم طريقة عمل السردين المعلب بنفس تقنية الشركات بتكة الأمان، وكمان هنوفر وبرضه هيقعد سنة بره التلاجة. تابع الفيديو للنهاية واعملي لايك وشير علشان أقولك سرها، لأن بالفعل يا جماعة الطريقة بتاعتي بفضل الله تفوقت على طريقة الشركات. أول حاجة استخدمي أي نوع سردين تحبيه، أنا عن نفسي بفضل اللي عليه قشر اللي هو السردين البلدي، بس لو ما لقيتيهوش استخدمي النوع اللي قدامك ده. طبعا النوع اللي عليه قشر ده هو النوع المستخدم في العبوات اللي احنا بنشتريها جاهزه. زي ما انت شايفه كده هتبتدي تتخلصي من الراس والديل باستخدام مقص او سكينه او الطريقه اللي تريحك. وبعد كده تبتدي تخلصي من الاحشاء، واللي على فكره تنظيف السردين من اسهل انواع السمك زي ما انت شايفه كده. بعد كده هتبقى بالشكل ده، وهتبتدي بقى تعملي خطوه مهمه جدا بعد ما تنضفيه، وهي الطحينه. معلقه واحده من الطحينه، ومش هبطل اتكلم عنها، الساحر الجبار اللي بيقضي على اي زفاره. هتحطي السمك فيها لمده 10 دقائق، وبعد ال10 دقائق هتبتدي تغسليه وتصفيه، وهتختفي الزفاره تماما، وكمان مش هيبقى فيه اي اثر لريحه الطحينه. بعد كده في اثناء ما السمك بيتصفى هنبتدي بقى ان احنا نغسل العبوات اللي احنا هنستخدم فيها ونعقمها، نستخدمها يعني في عمل السردين. هتبتدي بقى ترصي بالشكل ده. عايزه اقول لك ان العبوه يا جماعه وزنها، عبوه السردين وزنها 90 جرام، مكتوب كده ان الوزن الصافي 90 جرام. هقول لك بقى على مفاجاه، لو كملت الفيديو هتعرفيها ان احنا بينضحك علينا رسمي. بعد ما رصيت كميه السمك اللي انا محتاجاها زي ما انت شايفه كده، هبتدي بقى اعمل خطوه مهمه جدا. عايزه تعملي زي ما انا عملت اعملي، مش عايزه دي حاجه ترجع لك، عاده الشركات مش بتعملها، بس دي اضافه من عندي. زي ما انت شايفه كده انا خلاص رصيت السمك. تقدري بقى تحطي هنا في اللحظه دي اي منكهات تحبيها، تقدري تحطي فصوص توم زي ما انا عملت كده، او تحطي ورق لوري زي ما انا كنت عملت في فيديو التونه، او تحطي ليمون جراس زي ما انا عملت ريحه الليمون. تقدري برضو تحطي قرون فلفل حمرا زي ما انا عملت كده، زي ما انت عايزه، ده على حسب الذوق الشخصي. بعد كده هنحط معلقتين زيت في كل برطمان، ومعلقتين كبار من الخل. الخل ده بقى يا جماعه بيدوب العظم تماما، بتيجي تاكليه كانك بتاكلي كده. والله يا جماعه حاجه كده بتدوب تماما. بعد كده هنحط تلت او ربع البرطمان محلول ملح اللي احنا كنا عملناه، اللي هو لتر ميه على 4 معالق صغيرين من الملح. هتحطي بس ربع او تلت البرطمان، ما تكتريش، لان كده كده اوريدي السمك هينزل كميه من الميه محترمه. بعد كده هنجيب اللي احنا عملناه ده هنحطه في حله على النار، يكون الحله ربعها ميه، وتكون الميه واصله لنص البرطمان زي ما انت شايفه كده. بعد كده هتوطي النار خالص شمعه كانك بتدمسي فول، وهتسيبيه على النار قد ايه؟ من 4 ل6 ساعات على نار هاديه جدا، وكل ما الميه تقل زوديها ميه مغليه علشان البرطمانات ما تطقش. بصوا بقى البرطمانات يا جماعه بتبقلل ازاي، بصوا المنظر، بصوا ولا فرقعت ولا جرالها اي حاجه. ركزوا كده في المشهد اللي جاي، بصوا البرطمان بيعمل ازاي ولا جراله اي حاجه. هنسيبه يبرد تماما علشان يتعمل له عمليه الفاكيوم، او اللي بنقول عليها تكه الامان. سيبيه يبرد تماما، ما تفتحوش قبل ما يبرد علشان الهواء يتسحب من البرطمان. تعالوا بقى نشوف نتيجه شغلنا ونشوف تكه الامان اللي هتبقى معيار اللي هتخلينا نحفظه من السنه للسنه بره التلاجة. اسمعوا كده، نفتحها لي. بصوا طبعا انا استعنت هنا بايد خارجيه لان كانت الصعب جدا ان انا افتحها. عايزه اقول لكم الريحه وهميه. تعالوا بقى نختبر اللي احنا بنجيبه، واعرفكم ان ازاي بيضحك علينا بمزاجنا زي ما انتم شايفين. اول حاجه طبعا كميه زيت مش طبيعيه قابلتني وانا بفتحها، طبعا بهدلت الدنيا. ده بالاضافه لريحه زفاره قويه جدا قابلتني وانا بفتح العلبه. طبعا السردين ده ليه عشاق كتير، وانا على فكره يا جماعه بحبه قوي. تعالوا بقى بصوا الكميه. العبوه مكتوب عليها ان الوزن الصافي 90 جرام، لكن لو خصمنا بقى نسبة المية وخصمنا نسبة الزيت هيطلع لنا حوالي 50 جرام. يعني انت بتشتري 50 جرام سمك ب20 جنيه، واحيانا كمان بيوصل سعرها ل25 جنيه. شايفين الكمية؟ طبعا يعني انت كده بكيلو سمك تقدري تعملي حوالي 20 علبة من الحجم ده. بصوا كمية الزيت ما شاء الله، مش قادرة اقول لك يعني. طبعا ده بالاضافه ان مفيش ريحه الزفاره الرهيبه اللي موجوده في قلب السمك اللي بنشتريه جاهز. طبعا ريحه ده تختلف تماما عن اللي احنا عاملينه. ده بالاضافه كمان ان اللون اللي احنا عاملينه احلى بكتير. طبعا لو ركزتوا هتلاقوا كده فيه بقايا احشاء زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نشوف التقنيه اللي بيعملوها عشان العظم يبقى بالشكل ده. شايفين العظم ده تماما هو ده اللي احنا وصلنا له، وهو ده السر اللي قدرنا ان احنا نوصله. بصوا كده العظم برده في السمكه بتاعتنا، بصوا كده ركزوا، اختفى تماما. ده علشان معلقه الخل اللي احنا حطيناها، وكمان مده التسويه اللي على نار هاديه. ده نوع تاني بيتباع اغلى شويه، زي ما انتم شايفين برضو نفس الكميه.
تاني كان كام سمكه كده، انما ده سمكتين كبار. ده احلى ما فيه، واللي كان مفاجاه بالنسبه لي ان انا لقيت فيه بطارخ لما فتحته. لكن البطارخ دي بقى كانت نايمه وعايمه على كميه محترمه من الاحشاء زي ما انتم شايفين كده. طبعا ده بالاضافه للسعر المبالغ فيه جدا، يعني السمكتين دول تقريبا سعرهم 25 جنيه. اعتقد مفيش افتراء اكتر من كده نظرا للظروف كمان اللي احنا عايشين فيها. فاحنا بندور على اي سبيل ان احنا نوفر فيه، وكمان نعمل حاجه لاولادنا نظيفه، ولما ندفع فيها فلوس نبقى على الاقل واخدين قيمه مقابل سعر. جربوا الطريقه دي يا جماعه، تعجبكم جدا. وكمان احلى ما فيها انها تقعد من السنه للسنه بره التلاجة من غير ما تشيلي هم انها يجرى لها اي حاجه، لان تكه الامان دي هي اللي هتمنع انها تخسر. لو عجبك بقى الفيديو لايك وشير، واتمنى لك كل خير، وتحياتي ليكي دايما رشا الغفير.